حصل ان ابني كان بيحلم. انا كنت بجري ورا حلمه بس ما كنتش بعمل اي حاجة تانية في الدنيا. ابني كنت بلعبه جمباز، كرة قدم وسباحة. هو عنده 4 سنين 3 سنين. جه عند ال4 سنين او 5 سنين وكان لازم يختار عشان الرياضات بتتعب. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وزيدوا النبي صلاة. طبعا كلنا شفنا الأم الملكومة اللي هي أم يوسف محمد عبد الملك، شفنا الوجع والمرارة اللي هي عمالة تتكلم بيها لحد ما توصل لحكاية سندوتش الجبنة. يعني يوسف مات وهو نفسه في سندوتش جبنة، غرق. الأم بتتكلم بمنتهى الوجع منتهى الألم لأنها مش شايفة حواليها اللي إهمال. يعني أي حد مكانها ربنا يصبرها. تخيلوا ان هي قاعده وابنها بيغرق قدام عينها وهي ما تعرفش. هو امر الله في الاول واخر، دي اعمار، ولكن في اهمال. يعني انا مش متخيله واحده من الناس اللعيبه بينزلوا في حارات زي ما احنا كده شفنا يوسف، كل واحد في حاره. المفروض ان في حكم او في مراقبين موجودين، واحد اختفى مش يسألوا هو فين؟ هو المفروض واقفين عينهم على الولاد اللي في المية، امال هم واقفين يعملوا ايه؟ هي الليلة دي كلها والايفنت ده والمهرجان ده والاولمبياد دي مش عشان الولاد دول. يعني كل تركيز الناس اللي قاعدة معاهم. يعني انا مش متخيلة ازاي يحصل حاجة زي دي. الأم حالتها صعبة فوق ما تتخيل. الأم كلنا بنشوفها حالتها صعبة، وربنا يصبرها ويبرد قلبها ويخلف عليها بولد زيه وأحسن منه. بس اللي احنا شفناه ده فجيعة. أول حاجة لازم نعرفها إن يوسف رحمة الله عليه كان مشارك في بطولة الجمهورية للسباحة، ومقامة فين؟ بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي. استاد القاهرة الدولي، مش في استاد محافظة ولا المقاولين العرب ولا الزمالك ولا اي حاجة، ده القاهرة الدولي. المفروض ان هو معد لاستقبال جنسيات ودول اخرى للسباقات. انتقلت الى مقر الاتحاد المصري للسباحة وشافت الملف الطبي للمتوفي اللي هو يوسف. النيابة ابتدت تجيب الفيديوهات، النيابة اتحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة عشان تفرغها، وضبطت كل المستندات المنظمة لإجراءات البطولة. طبعا جثمان يوسف كلنا شفنا إن مفيش أي إسعافات، يعني زي ما مامته قالت كده ان هو شالوه من الميه بعد ما تيقنوا ان هو مات. كان ممكن يسعفوه لو عربيه الاسعاف مجهزه، لكن هم شالوه رموه على الارض، مفيش اي اسعافات حصلت له. جثه يوسف خدوها لمستشفى دار الفؤاد عشان يشرحوها ويشوفوا ايه سبب الوفاه. يعني ممكن يكون كان هو مريض اساسا، عنده اعراض مرضيه تمنع ان هو يشارك في البطوله. النيابه استمعت لشهاده الشهود والد المجني عليه يوسف والمدرب الخاص به. المدرب الخاص حسبنا الله ونعم الوكيل في المدرب الخاص. المدرب الخاص ده كان واكل تاتورة. يعني ده انت مدرب يعني بيدفع لك، جايبك عشان تخلي بالك منه. الإهمال حصل من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة والمنقذين والحكام. ليه بقى؟ لأن هم ما اتبعوش اللوائح والقوانين الواجب اتباعها. كل ده أدى لوفاة المسكين يوسف. النيابة استمعت لأقوال 20 شاهد، بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، عضو اللجنة الرياضية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، ومدير البطولة والحكام المشاركين، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقع. وأكدوا جميعا وقوع أهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين مما أسفر عن وفاة المجني عليه. يعني حصل تقصير من الحكام والمنقذين. ده بالنسبة ده أنا كمان عن نفسي بقول المدرب الخاص ليوسف كان في جانب من التقصير هو كمان. ليه؟ لأن المفروض هو عينه على اللاعب بتاعه، اللاعب اللي بتدرب معاه. فرغوا الكاميرات، لما فرغوا الكاميرات لقيوا ان يوسف قبل ما يوصل لنقطة النهاية وقع في قاع المسبح. المسؤولين عن الإنقاذ أو الحكام طبعا محدش واخد باله، لكن اكتشفوا غرقه إمتى؟ أثناء الاحتفال
فعاليات الايفنت او السباق. بعد ما عدى على يوسف 3 دقايق و34 ثانيه، ان الثانيه بتفرق في الغرق. طبعا بيقول لك في التحقيقات قالوا لك ده كان في طاقم طبي يتضمن طبيب رعايه مركزه وطبيبه اتحاد السباحه، سياره اسعاف بمحل الواقع، اسعاف مش فيها اي اجهزه. واستمعت النيابه لاقوال اللجنه المشكله. النيابه امرت بحبس مين؟ الحاكم العام و3 من طاقم الإنقاذ احتياطين على ذمة التحقيق. النيابة هتستدعي رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمتخصصين به، كذلك المتخصصين بنادي الزهور، حتى ورود التقرير الطبي الشرعي. كل الكلام اللي قلناه ده مش هيعوض الأم حاجة، مش هيعوض الأم اللي بتقول لك أنا من عنده 4 سنين وأنا بدربه سباحة، إن هو كان بيحب السباحة. مش هيعوض الأم اللي كانت بتصحى بدري تودي السباحة وتتأخر وهي جاية من السباحة. مش هيعوض الولد اللي راح، كل ده مش هيعوضه. عايزة تطلع بطل يبقى دي نهاية ابنها. كارثة ان يكون حاجة حاصلة قدام امه وابوه وهم ما يعرفوش، والمفروض موجود منقذين وموجود كل الناس مسؤولين موجودين المفروض. وطبعا البطولات دي بيندفع لها اشتراكات ورسوم، وبتبقى فيه من الدولة مكافآت للمنقذين والحكام والمدربين. أي حد اشترك في البطولة سواء كان موظف أو كابتن بيبقى له مكافآت مالية. طب انتوا رايحين تاخدوا مكافآت مالية ومش تاخدوا بالكم من الأطفال إن انتوا بتشتغلوا على حسهم؟ يعني انتوا بتشتغلوا على حس الولاد دول. يعني مسلسل الإهمال اللي احنا عايشين فيه ده مش هنخلص. وبعدين الحاجة الغريبة ان طلعت الأم على ميس الحديدي بتقول لك المسؤولين بيقولك ان تبع اللوائح والقوانين. الأم ردت قالت كله هيستف ورق. فعلا كله هيستف ورق، وعشان اما يقف قدام القاضي أو القانون يبقى هو ماشي قانوني. يعني يوسف يكون غرق وتبقى النتيجة إيقاف واحد عن العمل أو موظف عن العمل أو إحالته لمجلس تأديبي أو خصم من مرتبه. بس نشوف الشباب السباحين عملوا إيه؟ عملوا إضراب. أنا السباح أحمد محمد العربي من بورسعيد مرحلة 2013، وأنا بقاطع بطولات السباحة لحد ما حق أخونا السباح يوسف محمد يرجع. أنا السباحة إلى في العربي من بورسعيد مرحلة 2012، بقطع بطولات السباحة لحد ما حق يوسف يرجع. تيمون جوزيف 2010 من بورسعيد، وبقطع كل بطولات السباحة لغاية لما حق أخويا يوسف يرجع. أنا زينة أيوب لاعبة سباحة مرحلة 2012 من بورسعيد، بقطع كل بطولات السباحة لحد ما حق يوسف يرجع. أنا السباح محمد الفقي مواليد 2013، وهقطع كل بطولات السباحة لحد ما حق يوسف يرجع. أنا السباح إبراهيم الدسوقي مواليد 2012، وبقطع كل بطولات السباحة لحد ما حق يوسف يرجع. أنا السباحة سلمى السيد تيسير. الولاد بقوا خايفين ينزلوا المية لأن ممكن يكون الدور الجاي على حد منهم ميت نفسه في سندوتش جبنة. يا ماما بعد البطولات سيبيني آكل عيش وجبنة. قلت له خلص البطولة يا يوسف وهتاكل نفسك فيه، بس احنا بقعدات بطل يا حبيبي في بورسعيد كلها. ميت ونفسه في سندوتش جبنة. سندوتش جبنة أبسط حقوقه، لأنهم البعض طلع ويقول لك ده واخد أبصر منشطات أو ربنا يصبر الأمة. يوسف كان وصل في البطولة 50 متر وكان ياخد الميدالية الذهبية، وأعلنوا إن هو خد الميدالية الذهبية. المفروض إن هو وصل والناس كلها شايفين إن هو هياخد الميدالية الذهبية لأن السبق قدام الناس. شوف بقى المدرب بتاعه لما راح يسأل إن يوسف مش خد الميدالية الذهبية ليه، طلع المركز التاني. ليه؟ البتاع راح يسأل ليه يوسف سباحة؟ أصل هو واقف، هو حاسس هو واقف قبل السبق، وحضرتك شوفي الميدالية وهو يتهز ولقيته سبق وحرمته بالميدالية ذهب وحرقت قلبه وما شفتش إن هو ما شفتش إن هو ما شفتوش. شفت الدقة بتاعت الحكام. اصلا شافوا دماغه بتتهز قبل ما ينزل ومش ناسيها له، لكن وهو بيجري في الحارة وبيسبح في الحارة بتاعته واختفى 3 دقايق و38 ثانية ما حدش خد باله. الناس دي المفروض تتحاكم يا جماعة، ولازم يدعموا بعض. حتى الكورة حتى الرياضة كده، ما هي بص لها ان هي سبوبة يا جماعة. ده الفرع مين؟ ده الفرع مين؟ الاتحاد كله ده اخو ده ودي اختي دي وده مرات ده وده مش عارفه فين وده عضو نادي ايه وده رئيس نادي ايه.
ده مش مشكلة في السباحة بس حضرتك، ده انت تدخلي الجهات الحكومية تلاقيها كده، ده قريب ده وده قريب ده وده نسيب ده وده حبيب ده، ومفيش مصلحة بتخلص. مش في السباحة بس، السباحة تروحي تلاقي القرايب والحبايب والنسايب، عيلة ماسكة المكان، قرايب نسايب حبايب. تروحي مجلس المدينة تلاقي نفس الموضوع، ابن خالته وابن عمته وجوز خالته وجوز عمته ومراته واخت مراته وقريبته. ايه يا جماعه، هو انتوا مش قلتوا ممنوع قرايب يبقوا في مكان واحد؟ يعني هو القانون مش قال كده؟ دلوقتي لا، زي ما تكون القانون قال كده لكن الواقع بيقول غير كده. يعني هي فعلا الست دي تروح تشتكي لمين؟ تشتكي لمين؟ ما هو احنا ما بنتواجه مشكله زيها كده بس مش بالمصيبه بتاعتها دي، بتلاقوا امها عيله وبيبسطوا لك الامور وانت تتحرق بجاز ما حد سال عنك. فهي فعلا تروح لمين؟ روحي لرب العالمين، هو اللي هيلطف بيكي وربنا يصبرك ويخلف عليكي وينتقم من اللي اهمل في ابنك.